السلام عليكم. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا معي فيديو اليوم كيف ما كتشوفوا معايا غادي نوجد معكم على الاطباق المغربيه اللي كنعشقوها كاملين. مع دابا ان شاء الله ما بقى والو لسيدنا رمضان، فانا كنصحكم بهذه الطريقه الحريره المغربيه. ما غاديش تخطاكم، كتجي بنينه 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 لواحد الدرجه ما غتصوروهاش. ما غاديش نطول عليكم، غادي ندخلوا ديريكت في المكونات. كيف ما كتشوفوا معايا هنا البنات، انا راني موجده المكونات ديالي الحريره. عندي هنا البنات واحد قبيطه صغيره ديال القزبر معدنوس، وقبيطه صغيره ديال الكرافس اللي غسلتهم وقررتهم على هذا الشكل. عندي ها البنات واحد البصيله محكوكه على هذا الشكل، وعظيمات ديال اللحم. ممكن تضيفوا الحيمات، ولا انا كيعجبوني ندير فيها العظيمات كينسموا الحريره. عندي كذلك زلافه ديال الحمص مفزقاها على قبل، وعندي العدس اللي حتى هو فزقته في الماء، وعندي حتى الرز غير ما صورتوش. الرز حتى هو كنضيفو، وعويد القرفه، وحكت مطيشه ضروري. عندي واحد الكيلو الا ربع ديال مطيشه اللي انا سلقتها وطحنتها مزيان. والتوابل غادي نضيفهم معكم كيف كتشوفوا. دابا غادي نوجد. جبت الكوكوط ديالي فين غنصب الحريره، كندير كاع المكونات اللي ذكرت معكم: مطيشه، الكرافس، قزبر معدنوس، الحمص، العدس، الرز، ودوك العظيمات حتى هما. كنضيف العطريه حتى هي، غنقول لكم العطريه شنو كنضيف فيها. صافي كيف كتشوفوا معايا لهذا الشكل هذا كنضيف المكونات ديالي كاملين. وبالنسبه للعطريه البنات غادي نضيف نص معلقه صغير ديال الابزار، عفوا راني كنضيف حتى واحد المعلقه ديال الزبده كيف كتشوفوا معايا، حتى هي ما ذكرتهاش لكم. صافي هنا كنضيف الملح. بالنسبه للملح كيبقى على حسب الذوق، يعني كل واحد واش شاد عبارو في الملحه. بالنسبه للابزار كيف قلت لكم كنضيف نص معلقه صغير ديال الابزار، ما كنديرهاش حاره بزاف. كنضيف معلقه صغيره ديال السكينجبير ومعلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، وكنضيف واحد نص معلقه صغير ديال القرفه. وصافي تنخلي هنا المكونات ديالي كاملين يتشحروا ليا مزيان. ضروري من اللذه ديال الحريره انكم تخليو المكونات تشحر مزيان. كيف قلت لكم البنات، ضروري من اللذه الحريره الاولى هو انكم تخليو المكونات تشحر مزيان، عاد ضيفوا داك الساعه لاصوص ديال المطيشه. مهم هنا كنكمل التوابل ديالي على هذا الشكل. غادي نخليها تشحر، نشعل عليها نخليها تشحر كي قلت لكم مزيان وانا كنقلب. ومن بعد غادي نضيف مطيشه اللي طحنتها مزيان انايا. فانتوما مهم صفيوها، لا ما كانتش مطحونه مزيان. انا ما احتاجتش انني نصفيها لانني طحنتها مزيان، عطيتها وقتها في الطحين. فصافي البنات. وعفوا قبل كنضيف حتى زيت الزيتون كيف كتشوفوا معايا، حتى هو كنضيف واحد 4 كاس ديال زيت الزيتون. وصافي هنا كتكون التوابل كلها ضفتها في الحريره، وغادي نخليها تشحر وعاد نضيف عليها لاصوص. صافي من بعد ما تشحرات مزيان كيف كتشوفوا عطيتها وقتها في التشحار. كنضيف داك المطيشه اللي قلت لكم كيلو الا ربع ديال المطيشه اللي سلقتها وطحنتها مزيان على هذا الشكل. وبالنسبه للمطيشه حتى هي راه دور كبير ليها في الحريره، حتى هي راه كتبقى سر من اسرار باش انها تبني الحريره. خاصكم تاخذوا ديك المطيشه اللي كتكون مكركبات، كتكون حميمره وطايبه، ماشي هذيك اللي كتكون المهم هذيك اللي كتكون طايبه مزيان، هذيك هي اللي كتنفع الحريره.
كتكون طايبه شويه وتكون حمراء مهبره، كتنفع الحريره، كتعطي واحد لاصوص هائله. صافي هنا رويت بالماء سخون كيف كتشوفوا معايا، وغنسد على الحريره ديالي وغنخليها حتى طيب ليا على خاطرها واحد 15 دقيقه حيت فيها غير الحمص. وهنا البنات غندوز باش نوريكم شنو كنضيف في المرحله الثانيه في الحريره. هنا كندير واحد 3 المعالق كبار ديال الطحين كيف كتشوفوا معايا، اللي كيجي الخليط ديالو بحال شكل البغرير اللي غادي نديرو في الحريره. غادي ندور به الحريره ديالي والشعريه وواحد شويه ديال الكرافس اللي كنسم به في الحريره ديالي في الاخير، ومطيشات الحك كذلك، ومعلقه ديال السمن. صافي هادو هما اللي كنضيفهم في الاخير. كيف كتشوفوا معايا كنضيف داك الطحين والبوطه تكون سخونه، الخليط يكون كيغلي باش ملي كنضيف الطحين ديالي كيطيب ليا وكيعطيني كنعرف القوام واش هو هذاك ولا لا. صافي كيف كتشوفوا معايا هنا غنضيف داك المعلقه ديال السمن حتى هي كتعطي واحد البنه الحريره المغربيه ديالنا. وغادي نضيف حتى الشعريه وغنخلي الكل كل شيء واحد 5 دقائق وحتى داك الكرافس وصافي. وهنا من بعد ما وجدت لي الحريره البنات شوفوا كي كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي مقومه وكتجي بنينه رافقتها مع هاد البيتزا. هاد البيتزا دابا نشاركها معكم حتى هي كتجي خطيره الباط ديالها. المهم الحريره هي هذه. شكرا لكم بزاف. كيف كتشوفوا البنات الحريره كي كتجي. شكرا لكم البنات بزاف، ما تنساونيش من اللايك والبارطاج